عشان ما ياخدوش عني فكرة إني بتأخر من أولها. قالت لنفسها كده وقامت أخدت شاور ولبست بنطلون جينز وتيشيرت أبيض قط. نزلت بحماس كبير الشارع وفضلت شوية واقفة لحد ما لقت تاكسي وركبت واديته عنوان المستشفى. وبعد شوية وقف التاكسي قدام مستشفى كبيرة جدا من أكبر المستشفيات اللي موجودة في المدينة. كانت حاسة بسعادة كبيرة وأخيرا بقت دكتورة زي ما بتحلم، وده أول يوم ليها تمارس شغلها بعد التخرج. فات من سعادتها دي على صوت اصطدام قوي جدا، فصرخت بحدة: اللي بيحصل ده؟ سواق التاكسي قال لها: معرفش والله يا بنتي، بس في واحد خبط في العربية من ورا. نزلت ريماس بغضب شديد وراحت عند العربية التانية اللي صاحبها ما كلفش حتى نفسه علشان ينزل ويشوف اللي حصل، وصرخت فيه بحدة: انت واحد متهور ومجنون وعديم المسؤولية، افرض دلوقتي كان حصل لنا حاجة. نزل بكل غرور وهو بيبص للقصيرة دي من فوق لتحت. حست برهبة منه، خاصة فرق الطول اللي كان واضح جدا. قرب منها وهمس قدام وشها: ما تولعه. اتنرفزت جدا من قلة ذوقه وقالت بعصبية: انت واحد مش محترم بجد ومحتاج تتربى من أول وجديد عشان تعرف تتعامل مع البني آدمين كويس قوي. مسك وشها بقوة وهو بيقول بغضب: طولة لسان يا حلوة مش عاوز، ده أحسن لك عشان ما تشوفيش الوش التاني ده أولا، ثانيا بقى أنا أعمل اللي أنا عايزه. خلص كلامه وسابها بكل برود ومشي من قدامها. صرخت ريماس بعصبية: واحد مش متربي، هو عشان معاه عربية فاكر إن هو كده يعني يقدر يعمل اللي هو عاوزه ويموت الناس؟ اتكلم سواق التاكسي وهو بيحاول يهديها: خلاص يا بنتي حصل خير. بعد شوية دخلت ريماس المستشفى بعد ما حسبت سواق التاكسي. بدأت تباشر شغلها بكل نشاط وحيوية. قربت منها بنت جميلة وقالت بابتسامة: انت الدكتورة الجديدة مش كده؟ ايوه انا ريماس، وانتي؟ اتشرفت يا ريماس، انا سبق. المهم كنت عاوزة بس احذرك كده من كام حاجة، عشان مدير المستشفى صعب جدا ومش بيتهاون مع حد. يا لهوي، هو من اولها كده؟ ده صعب جدا بجد، لو عملت اي غلطة ممكن يرفدك عادي جدا. وكل يوم في اخر اليوم بيعدي على كل الدكاترة والمرضى عشان يتأكد ان كل حاجة ماشية تمام. انا عارفة ان اليوم باين من اوله، من اول ما اصطبحت بالزفت ده على الصبح، وانا عارفة اني مش هكمل. ليه بس يا بنتي؟ ومين ده وعملك ايه؟ اسكتي يا اختي اسكتي، ده واحد مش متربي بربع جنيه ماشي يدوس على خلق الله. خبط في التاكسي اللي انا راكباه، واللي مش محترم منزلش حتى يشوف اللي حصل ايه. ولما اتكلمت وزعقت معاه قال ما تولعه، زي ما يكون اشترى حياتنا. انا لو شفته قدامي دلوقتي هقتله وخلص البشرية منه من قلة ذوقه. سمعت صوت جاي من وراها: وانا عاوز اشوف بقى هتعملي كده ازاي يا حلوة. فرات عيون سبق بخوف اول ما شافت مراد. اما ريماس فلفت له وقالت بغيظ: ده انت عايز تتهزق بقى؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وازاي يسمحوا للاشكال اللي زيك تدخل المستشفى هنا؟ جز على اسنانه وقال بغضب لسبق: مين الزبالة دي؟ وازاي تدخل المستشفى من غير اذني؟ دي الدكتورة الجديدة يا مراد بيه. وبصت لريماس وكملت وهي بتبرق ليها: ده مراد بيه صاحب المستشفى. شهقت ريماس بصدمة وحاطت ايديها على بقها وقالت بصدمة: صاحب المستشفى؟ هز راسه. فقالت ريماس بتوتر: انا يعني بص، لو عاوزني امشي ما عنديش مشكلة، سلام. قالت كده وكانت لسه هتمشي لكنه وقفها بصوته: بس انا ما قلتش تمشي. وقرب منها بخطوات بطيئة: انا مش عيل صغير عشان اخلط مشاكل الشخصية. كملي شغلك يا دكتورة، لكن صدقيني لو لقيت غلطة واحدة بس مش هتتخيلي ممكن اعمل فيك ايه. ان شاء الله مش هتلاقي مني اي غلط يا دكتور، ويا ريت بقى تسيبنا عشان نعرف نركز في شغلنا. جز على سنه بغيظ من طريقة كلامها اللي كانت أول مرة حد يكلمه بيها، ومشي وهو بيتوعد ليها. اتكلمت سبق أول لما مشي بصدمة: انت ازاي قدرتي تتكلمي معاه بالطريقة دي؟ ده محدش يقدر يعملها في حياته كلها. أنا غير يا بنتي، هو فاكر يعني إنه هيشترينا بفلوسه ولا إيه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط عشان أخاف منها. ده كده هيحطك في دماغه انت ما تعرفيش مراد بيه. فنصيحة مني بقى، حاولي تبعدي عنه خالص وما يبقاش في تعامل بينكم خالص.
ده لو تقدري تخليه ما يشوفكيش يبقى حلو قوي. هو انت ليه محسساني ان هو هيكهربني؟ ده ممكن يعمل اكتر من كده. انا بدأت اخاف من كلامك. لا لا، تخافي ايه؟ ده انت المفروض تترعبي. انت رعبتيني يخرب بيتك. هقولك انا رايحه اشوف شغلي، سلام. قالت كده وراحت تكمل شغلها، وكلام سبق في دماغها وخوفها شويه. اتنهدت وهي بتقول لنفسها الحمد لله ان هو ما مسكش في الكلمه وخلاني امشي. اصل كنت هلاقي مستشفى احسن من دي فين. رجعت تكمل شغلها بكل تركيز عشان ما يلاقيش عليها غلطه. في نهايه اليوم قلعت رماس البلطو الخاص بيها وهي بتقول بتعب شديد أوف، انا تعبت تعب النهارده. تعبتي وانت لسه اول يوم يا حلوه؟ اصل كنت بشتغل بضمير زياده عشان المتوحش اللي اسمه مراد ده ما يلاقيش عليا غلطه. قربت منهم واحده من الممرضات وقالت دكتوره ريماس، مراد بيعاوزك في مكتبه حالا. بصت لهم برعب وقالت وده عاوزني ليه؟ ان شاء الله انا ما عملتش حاجه وربنا. ان شاء الله ما تكونش في حاجه. ما هو لو ما فيش حاجه كان هينده عليا ليه؟ ولا هو فرهضه وخلاص؟ طب روحي بسرعه عشان هو مش بيحب التاخير ابدا. رايحه اهو، ربنا يستر بقى. ومشيت وهي حاسه بالخوف، فقالت لنفسها بتشجيع لا لا يا ريماس، ما تبينيش انك خايفه منه. اصل لو شافك خايفه كده هيستغل ده. قالت كده وراحت لمكتبه. خبطت على الباب وهي حاسه قلبها بيدق بخوف من انها تكون عملت حاجه من غير ما تاخد بالها، وسمعت صوته بيأذن لها بالدخول. اتنهدت ودخلت وهي بتبتسم بتصنع. سمعت ان حضرتك عاوزني. شاور لها بيده انها تقعد من غير ما يبص لها. قعدت بتوتر وحاولت انها تداري التوتر ده، لكن حركه ايديها كانت مبينه توترها بوضوح تام. بص بقى يا نسا، ريماس، اسمي ريماس، ولو انت جايبني يعني عشان موضوع الصبح فانا ما غلطتش ولا قلت حاجه غلط. حضرتك اللي كنت غلطان. اولا انا مش طالبك عشان كده. انا بعرف كويس افصل بين حالتي الشخصيه والعمليه، ده اولا. ثانيا بقى انت لازم تعرفي قوانين المستشفى هنا. اي غلط ممكن تعمليه هتتحاسب عليه، وحساب عسير جدا. انا اهم حاجه عندي صحه المريض والمعامله كويسه، دي الاولويه عندي. وبالاسلوب اللي انا شفتك فيه فانت ما بتعرفيش تتعاملي نهائي. والله انا بتعامل كده مع الناس اللي شبهك، لكن التانيين لا. قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي اللي فهمته. وبعد اذنك يا دكتور بقى عشان الشيفت بتاعي خلص ولازم اروح. قالت كده وقامت مشيت من قدامه بكل برود. اما هو فتوعد ليها في سره. رجعت البيت ورغم كل اللي حصل طول اليوم الا انها كانت فرحانه جدا بشغلها في المهنه اللي بتعشقها. اترمت على السرير وخدت المخدة في حضنها وهي بتقول واخيرا حققت حلم اهلي وبقيت دكتوره. رغم ان فراقكم كان صعب عليا جدا، الا اني بوعدكم ان عمري ما هستسلم ابدا. وعنده مراد كان قاعد في اوضته وهو بيحاول ينام، لكن كل ما يغمض عينه يفتكر شكلها وهي بتتخانق معاه وبتستفزه. وانا هفضل طول الليل يعني افكر فيها ولا ايه؟ انا لازم احط حد للبنت دي. انا عمري ما حد اتكلم معايا بالاسلوب ده. ازاي سمحت ليها تتكلم معايا كده من غير ما اعاقبها؟ بس ماشي، احنا كده كده فيها. قال كده ورجع يحاول ينام تاني، وبعد محاولات كتير قدر ينام فعلا. وتاني يوم قربت نفس الممرضة من ريماس اللي كانت قاعدة مع سبق وقالت دكتورة ريماس. اتكلمت واحدة من الدكاترة وكان اسمها رحمة. هو في ايه؟ هو كل شوية دكتور مراد عاوزها؟ ده حتى لسه بادئة. ردت سبق عليها قبل ريماس. وانتي محروقة منها ليه؟ وانا اتحرق منها ليه؟ تلاقي اصلا عاوزها عشان يهزقها لانها عملت حاجة غلط، لان ده الطبيعي لواحدة لسه متخرجة. انا مش عارفة ازاي قبلوها في المستشفى هنا. يمكن عشان انا اكفأ منك وكمان اشطر منك، وكنت بطلع من الاول كل سنة، مش زيك داخلة بالكوسة وجامعة خاصة. بصت رحمة لسبق بحقد لان ريماس ما تعرفش غير سبق في المستشفى، واكيد هي اللي قالت لها انها دخلت جامعة خاصة. ابتسمت ريماس بانتصار كبير وقامت وراحت لمكتب مراد. دخلت المكتب وقعدت قدامه بهدوء. اما هو قلع نضارته الطبية وبصلها وقال بصي يا نسا ريماس، في مجموعة دكاترة جايين المستشفى هنا يتدربوا وعاوزك انت اللي تمسكي تدريبهم. انت بتهزر حضرتك؟ انا لسه جايه امبارح، ده غير اني لسه متخرجة، يعني مستحيل اللي انت بتقوله ده. وهو ده المطلوب. انا مش بشغل عندي هنا غير اكفأ الدكاترة،
وأنا عايزة أشوف كفاءتك وصلت لحد فين، وده هيبقى من خلال الدكاترة اللي انت هتدربيهم. وطبعا لو فشلتي في تدريبهم هيبقى ملكيش أي فرصة هنا في المستشفى. بس ده مش عدل، وأظن يعني إن ده ما حصلش مع حد قبل كده، وإن حضرتك حاططني في دماغك. هو ده اللي عندي، يا توافقي ويبقى عندك فرصة تكملي هنا، يا ترفضي وتطلعي بره المستشفى دي، وده اللي أنا عاوزه بصراحة. وأنا موافقة أن أدربهم، وحسبت لك إن أحسن من مليون دكتورة شغالة هنا. هنشوف يا دكتورة، يلا بره بقى عشان أنا كمان أشوف شغلي. اتعصبت جدا من كلامه، بس حاولت ما تبينش ده، وخرجت من المكتب بكل غرور وكبرياء. راحت لسبق وهي بتقول: شايفة المصيبة اللي أنا فيها؟ أنا مش عارفة بجد هتصرف إزاي. مالك بس يا بنتي؟ عاوزنا أدرب الدكاترة الجداد، ده أنا اللي محتاجة حد يدربني. شفت شكله حطك في دماغه فعلا، ده أنت هتشوفي أيام سودة. يا شيخة تهدي بقى، هو أنا كل ما أتكلم معاكي تقعدي ترعبيني كده؟ طب أنت هتعملي إيه دلوقتي؟ أكيد مضطرة إن أوافق، مفيش حل غير كده، يا إما هيرفدني من المستشفى. قربت منهم رحمة وقالت بحقد: إزاي يعني خليها تدرب الدكاترة الجداد؟ هي لسه جديدة وأنا أقدم منها. ما خلاص يا رحمة، في إيه بقى؟ أظن يعني كلنا عارفين إن مراد باشا ما بيعملش حاجة غير لما يكون واثق فيها كويس جدا، وأكيد هو شايف في ريماس إنها هتكون أحسن واحدة تدرب الدكاترة الجداد. ما تقنعنيش بقى إن واحدة لسه متخرجة ودكتور مراد هيميزها عننا، اللي لو كانت بقى لها علاقة بيه. اتعصبت ريماس جدا من كلامها: انتي اتجننتي؟ انتي بتقولي ايه؟ انا اشرف من مليون واحدة زيك. عارفة انا دايما بقول على الانسان اللي بيرمي الناس بالباطل وبيقول عليهم حاجات كده، الحاجات دي بقى هي اللي بتكون فيه، وعشان يداري على عيوبه دي بيحطها في غيره. وده بالظبط اللي حصل معاكي، انتي واحدة لا مؤاخذة، وعشان تداري على ده جاية بتتهميني انا. قربت منها رحمة ومسكتها من شعرها بقوة: انتي اتجننتي؟ انتي ازاي تقولي عني كده؟ بقى واحدة زبالة زيك تتكلم عني أنا بالطريقة دي؟ أنا أشرف منك مليون مرة. ما سكتتش ريماس ليها طبعا، وبدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض ويضربوا في بعض. خرج من مكتبه على صوت عالي جدا، قرب ناحية الصوت واتفاجئ بريماس ورحمة ماسكين في بعض. زعق فيهم بحدة وغضب: المهزلة اللي بتحصل هنا؟ سابوا الاتنين بعض، واتكلمت رحمة بمسكنة: أنا بجد اتهزأت جدا يا دكتور مراد، بتقول عليا كلام مش كويس، وفي الآخر لما قلت لها إن أنا مش كده مسكت فيا وفضلت تضربني جامد وسط كل المستشفى. المفروض بقى إن دي مستشفى محترمة، مش حارة شعبية زي اللي الهرم جاية منها. شهد بصدمة من كلامها وقالت: يا كذابة، بقى أنا عملت كده؟ ولا أنت اللي جيتي في البداية محروقة مني عشان دكتور مراد سلمني أنا تدريب الدكاترة الجداد، وجيتي وقعدت تقولي عليا كلام كتير بشهادة الكل؟ ما اهتمش مراد بكلامها وزعق لها قدام الكل: هو أنت من تاني يوم وهتعملي مشاكل في المستشفى؟ اعتذري لها حالا. ده مستحيل، أنا مستحيل أعتذر لواحدة زي دي، حتى لو همشي من المستشفى كلها. يبقى اتفضلي من غير ما ترد، ومش عايزة أشوف وشك في المستشفى تاني. لمعت الدموع في عيونها وخرجت من المستشفى من غير ولا كلمة. رجعت البيت وهي منهارة، دخلت أوضتها واترمت على السرير وفضلت تعيط لحد ما راحت في النوم. وفي نص الليل صحيت ريماس على صوت خبط على باب الشقة. مسكت تليفونها وشافت الساعة، واتفاجئت لما الساعة 3 الفجر. حست بقلق كبير وقالت في نفسها: يا ترى مين اللي ممكن يجيلي في وقت زي ده؟ أنا معرفش حد ولا ليا علاقة بحد في المنطقة. يا لهوي يا لهوي، أحسن يكون حرامي. إيه العبط ده؟ هو الحرامي برضو هيخبط على الباب لما أقوم أفتح وأشوف مين؟ وربنا يستر. وقامت من على السرير وراحت فتحت الباب، واتصدمت من اللي كان واقف على الباب. ابتسم مراد بتلقائية أول ما شافها، كان شكلها يخطف القلب وخدتها حمرة من كتر النوم. حاول يدري ابتسامته وإعجابه بشكلها وقال بهدوء: تعالي معايا نقعد في أي كافيه، عايزة أتكلم معاكي شوية. اتنرفزت جدا وقالت بعصبية: أنت مجنون؟ يعني ننزل نقعد في أي كافيه؟ أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ ده أولا. ثانيا بقى، أنت مش طردتني من المستشفى بتاعتك؟ جاي ليه لحد بيتي؟ زقها مراد وقفل الباب. طالما مش عاوزانا نروح نقعد في أي كافيه زي البني آدمين العاقلين، خلاص نتكلم هنا. اطلع بره أحسن لك، بدل ما أقسم بالله هصوت وألم عليك المنطقة كلها. وشوف بقى
هتعرف تخرج من هنا ازاي سليم؟ هو انت فاكرة اني ممكن اخاف من الكلام ده؟ وحتى لو فعلا مش انا اللي خاف. طب اطلع بره، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، خاصة ان انا قاعدة لوحدي في الشقة. وقاعدة لوحدك ليه ان شاء الله؟ فين اهلك؟ وانت مالك؟ اظن ان دي حاجة ما تخصكش. يا ريت بقى تتفضل وتطلع بره. تمام، هخرج من الشقة، بس 5 دقايق. لو ما لقيتكيش تحت عشان نروح في اي كافيه نتكلم، هطلع هنا، وصدقيني المرة دي حبات، ومش هتعرفي تخرجيني من الشقة ابدا. قال كلامه وخرج من الشقة وسابها بكل برود. جزت على اسنانها بغيظ ودخلت اوضتها وغيرت هدومها ونزلت له. كان واقف مراد جنب عربيته وساند عليها، وكان شكله جذاب جدا ووسيم. حمحمت بتوتر من وسامته. ينفع اعرف حضرتك عاوزني ليه؟ انا عرفت كل حاجه، وان رحمه هي اللي غلطانه ومشيتها. ويا ترى بقى عرفت ازاي؟ شميت على ظهر ايدك؟ ما اهتمش بكلامها الساخر، وبدا يحكي لها اللي حصل. فلاش باك. بعد ما مشيت ريماس، اتكلمت رحمه بمسكنه. شكرا قوي لحضرتك يا دكتور مراد، انا كنت واثقه ومتاكده انك هتجيب لي حقي ومش هتخلي واحده زي دي تغلط فيا. اتكلمت سبق بعصبيه. هو انت بتعرفي تمثلي كده ازاي يا شيخه؟ بجد حرام عليكي. اولا بقى يا دكتور مراد، رحمه هي اللي غلطانه، هي اللي جت تتخانق مع ريماس اول ما عرفت ان حضرتك هتخليها تضرب الدكاتره الجداد، وجت تتخانق مع ريماس وضربتها. وطبعا ريماس ما سكتتش ليها، وده اظن يعني ان هو حقها، فما فيش حد يعني هيسيب حد يضربه من غير ما ياخد حقه، ولا ايه يا دكتور مراد؟ بص مراد لرحمه بغضب جحيمي. الكلام اللي بتقوله ده صح؟ انت عملتي كده؟ لا طبعا يا دكتور مراد، انت عارف ان انا مستحيل اعمل كده. وانا اعرف منين؟ انت مجرد دكتوره شغاله هنا وماليش غير شغلك وبس. وطالما انت بتنكري اللي سبق بتقوله، انا حاطط كاميرات في المستشفى كلها، هراجعها واتاكد بكل حاجه بنفسي. لكن صدقني ساعتها رد فعلي هيبقى اسوأ بمراحل، وافتكر ان انا حذرتك. وكان لسه هيمشي الا انها وقفته بسرعه وخوف. استنى يا دكتور مراد، بصراحه كده انا عملت كده فعملت كده، يعني لاني متضايقه جدا. ازاي ابقى شغاله هنا بقالي اكتر من 5 سنين وحضرتك تيجي في الاخر تخليها تدرب الدكاتره الجداد؟ المفروض هي اصلا حد يدربها، هي لسه متخرجه وجديده في المستشفى، دي ما كملتش يومين على بعض، وانت عايز تخليها تدرب الدكاتره الجديده اللي هي المفروض من ضمنهم. وانت مالك؟ دي المستشفى بتاعتي وانا حر فيها، اعمل فيها اللي انا عايزه. ده اولا. ثانيا بقى، وده الاهم، انت مطروده، وروحي دوري بقى على اي مستشفى تانية تقبل تشغلك. اتصدمت من كلامه وقالت: لا بالله عليك يا دكتور مراد، انا ما صدقت وصلت لهنا، وبعدين انا بقالي 5 سنين شغاله هنا، عمرك ما شفتي مني اي حاجه وحشه او تصرف مش كويس. هي كانت لحظه تهور، لكن انا والله ما كنت اقصد حاجه. الكلام ده ما يخصنيش، انا قلت اللي عندي. اتفضلي يا دكتوره. يا دكتور مش عاوز اسمعك ولا كلمه، يلا اتفضلي يا دكتوره. في حل تاني لو مش عاوزه تمشي. ايه هو يا دكتور؟ انا مستعده اعمل اي حاجه الا ان اسيب الشغل هنا. ريماس هترجع المستشفى بكره، وانت مطلوب منك تتاسفي ليها، وقبل ما تعترضي على اي حاجه افتكري لو اعترضتي هتترفدي من المستشفى. تمام يا دكتور مراد، اللي حضرتك شايفه. رجع بيته وقرر يروح لريماس بيتها بكره، بس كان حاسس بتأنيب ضمير طول الليل وما كانش عارف ينام. كان حاسس بشعور غريب، وكل ما يغمض عينه ويحاول ينام يفتكر عيونها وهي مليانه دموع، وما قدرش يتحكم في نفسه وراح لها. عودة من الفلاش باك. وانت بقى يا عيني جاي عشان حسيت بتأنيب ضمير، مش كده؟ اعتبريها زي ما تعتبريها، بس انا جاي اقولك انك ترجعي المستشفى تاني. وهو انت فاكر بعد اللي انت عملته ده ودخلت شقتي وقفلت الباب ومنزلني في نص الليل هوافق ان ارجع المستشفى عادي؟ روح يا دكتور مراد ووفر كلامك، انا مش راجعه المستشفى تاني. بلاش عندي يا ريماس، انا جيت لحد عندك. لا يعني لا. حط ايده في جيبه بكل برود. تمام، بس افتكري انك لو ما رجعتيش المستشفى رحمه هتطرد عشان الغلطه دي، وانت بايدك تخليها ما تطردش. سلام يا حلوه. خلص كلامه وسابها ومشي. وتاني يوم راحت ريماس المستشفى بعد تفكير عميق وطويل. دخلت المستشفى وابتسمت بثقه. اول ما شافت رحمه قربت منها ببرود ووقفت قدامها وقالت: ياه، بقى انا اللي لسه جديده جاي احدد مصيرك، يا اللي بالك 5 سنين وحش قوي بصراحه. قرب منهم مراد: اعتذري حالا يا رحمه. جزت على اسنانها بغيظ وقالت:
أنا آسفة يا ريماس، حقك عليا، أنا ما كنتش أقصد. ولا يهمك يا حبيبتي، هعتبرك غلطتي. يلا بقى روحي شوفي شغلك، عشان مراد بيه ما بيقبلش أي غلط. مشيت رحمة وهي بتتوعد ليها على الموقف ده. قرب منها مراد وقال: طلعتي كيادة أوي. رجعت شعرها ورا ودنها وقالت بثقة: دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تمشي مع البني آدمة دي وأشكالها. طب روحي بقى شوفي شغلك وبطلي لماضة. ضحكت بخفة وراحت تكمل شغلها، وهو فضل يبص عليها وهي ماشية كأن حاجة بتشده ليها. وفي آخر اليوم كانت واقفة ريماس بتتكلم مع دكتور زميلها وعمالة تضحك. شافها من بعيد والنار ولعت فيه. لأول مرة يجرب الشعور ده، شعور وحش، شعور إن مش عاوز إن أي حد غيره يكلمها. قرب منهم بغضب وقال بحدة: فيها دكتورة منك ليه؟ قاعدين تضحكوا كده ليه؟ مش شايفين شغلكم يعني؟ الشيفت بتاعي خلص يا دكتور، وأنا كنت مروحة ووقفت أتكلم أنا ودكتور أحمد شوية. أيوة يا دكتور مراد، نستأذن احنا بقى عشان ما نتأخرش، عن إذنك. وبص الرماس وكمل: يلا يا رماس، يلا عشان أوصلك، الوقت اتأخر. ملوش داعي، أنا هروح لوحدي، عن إذنكم. قالت كلامها وسابتهم ومشيت. عدت الأيام على أبطالنا، ومراد بقى متابع رماس من بعيد لبعيد، حاول يبعد عنها ومن هوسها اللي بقى بيتملك منه. بقى بيغير عليها بطريقة مجنونة، هو مش عارف سببها. بقى لما بيشوفها واقفة بتتكلم مع حد أو بتضحك، نار قلبه بتولع، وقرر يتخلص من كل ده. كانت قاعدة ريماس مع سبق، فقالت سبق بغمزة: أنا ملاحظة كده حاجات كده اليومين دول. حاجات إيه يا بنتي؟ نظرات كده من دكتور مراد، زي ما يكون وقع ومحدش سمع عليه. إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ مفيش حاجة من الكلام ده. عليا يا بت، ده أنا ملاحظة نظرتك ليه. شكل الحب ولع في الذرة وهنلبس سواري قريب. ضربتها ريماس بضحك. قربت منهم رحمة وهي بتبتسم بكل غرور: ازيكم يا بنات؟ كويسين الحمد لله بخير يا رحمة. مش متعودة يعني تيجي تسلمي علينا. اخص عليكي يا سبق، ده انت حتى صاحبتي، بس مش عارفة مالك اتغيرتي كده ليه من وقت ما ريماس جت هنا. بس يا ستي انا مش زعلانة منك، وعشان تتأكدي انا جايه بنفسي بقى اعزمك على خطوبتي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم لكم بخير. هو حد نعرفه بقى ولا ايه؟ طبعا يا بنتي، ده دكتور مراد. وعليها الكلام زي الصعقة، فقالت بعدم تصديق: دكتور مراد؟ ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي؟ مش قصدي. الف مبروك وربنا يتمم لكم على خير. وسابتهم ومشيت وهي بتفكر ازاي ممكن يخطبها. هي كانت ملاحظة نظراته ليها. معقول كل ده تهيؤات؟ طب ازاي؟ معقول تكون بتتوهم؟ معقول اكون انا حبيته عشان كده كنت شايفة انه بيبادلني نفس الشعور؟ كانت ماشية تفكر من غير ما تاخد بالها من الطريق، وفجأة خبطت فيه ووقعت على الأرض. مد ايده ليها بلهفة: انت كويسة؟ حصلك حاجة؟ قامت من غير ما تمد ايديها ليه وقالت ببرود: ايوه كويسة. اه صح، الف مبروك يا دكتور، عرفت انك خطبت رحمة. اه فعلا، الله يبارك فيكي، عقبالك. قريب ان شاء الله. لمعت عيونه بغضب وغيرة: يعني ايه قريب؟ هو انت تعرفي حد؟ اظن ان دي حاجة ما تخصكش يا دكتور مراد. وبرضه عشان اريحك، دكتور احمد كان طلب ايدي وانا ناوية اوافق ان شاء الله. خلصت كلامها ومشيت وسابته تحت صدمته. دخل مكتبه بغضب شديد وبدأ يكسر في كل حاجة: هل تتجوز؟ ده انا اقتلها ولا تتجوز؟ وكمل بحيرة: بس انا مالي بيها؟ ليه مش عاوزها تتجوز؟ ليه دايما لما بشوفها واقفة مع حد وبتضحك بحس بنار في قلبي؟ ليه بقيت عاوزة اشوفها على طول؟ ليه بتضايق من فكرة انها ممكن تتجوز؟ ليه خطبت رحمة وانا مش بحبها؟ شد شعره بحيرة كبيرة والأسئلة عمالة تتراكم في دماغه. رجعت البيت وهي بتفكر ليه قالت كده. طب افرض دلوقتي راح سأل أحمد، أطلع أنا كذابة؟ هو أنا قلتله ليه كده أصلا؟ ما كانش ينفع أن أقوله كده أبدا. هيبقى منظري دلوقتي قدامه وقدام أحمد لو سأله وعرف إن أنا بكذب. فضلت طول الليل حزينة بتفكر فيه وفي خطوبته من رحمة، وفي نفس الوقت إيه المبرر اللي هتقوله لما يكتشف إنها كذبت عليه وإن أحمد ما خطبهاش ولا حاجة. وتاني يوم راحت المستشفى وتحت عيونها اسود من قلة النوم. بصت لها سبق بحزن وقالت: ما تزعليش يا رماس، ان شاء الله ربنا هيرزقك باللي احسن منه.
وانا هزعل ليه يعني؟ انا عارفه متاكده انك مقهوره. احكي له وفضفضي. حاطط ايديها على راسها. مش عارفه مالي، حاسه ان قلبي بيوجعني من وقت لما عرفت ده غير اني كدبت عليه وقلت له ان احمد خطبني. يا لهوي، طب وحصل ايه؟ انا سبته ومشيت بعد ما قلت له، بس انا قلقانه جدا، خايفه يروح يسال احمد واحمد يقول له ان انا ما خطبتهاش. موقفي هيبقى ايه ساعتها؟ طب وانتي قلتي له كده ليه من البدايه؟ معرفش، صدقني معرفش. هو قال لي عقبالك، وانا قلت له قريب وان احمد اتقدم لي. طب بصي، احنا كده ما قدمناش بقى غير حل واحد، وهو ان احنا نقول لاحمد عشان لو سأله. لا طبعا مستحيل، ما عندناش حل غير كده. وما تقلقيش، انا هقول له وهفهمه على كل حاجه. هزت راسها بالموافقه، وفعلا راحت سبق وقالت لاحمد. احمد باستغراب، وايه اللي خلاها تروح تقول له كده؟ اتوترت سبق وما كانتش عارفه تقول له ايه. مش عارفه هي قالت كده ليه. خلاص بقى، المهم يعني لو جه سألك قول له ايوه. خلاص ماشي، مع اني مش عارف ايه اخرة ده كله، بس تمام. مر يومين على ابطالنا، ومراد ما فتحش معاها الموضوع نهائي. خلال اليومين دول رحمة كانت لازقة فيه دايما، وده كان مخليها دايما غيرانة. وفي يوم وقف مراد في نص المستشفى وقال بصوت عالي: كله يجي هنا، في خبر مهم قوي. اتجمع كل الدكاترة والممرضين، فقال مراد بخبث وهو بيبص الرماس: طبعا انا قلت لنفسي طالما هما ما اعلنوش لحد دلوقتي يبقى اعلن انا، عشان نبارك لهم. باركوا لاحمد ورماس لانهم اتخطبوا. ابتسم احمد وراح مسك ايدين رماس وقال: انا عارف ان القرار جه فجأة، بس انا اصلا من اول ما شفتها وانا عجبت بيها، فما قدرتش اتحمل اكتر من كده وطلبت ايديها. بدأ الكل يبارك لهم بسعادة، وخاصة رحمة. اتحولت ملامح مراد لغضب وغيرة. كان فاكر انها بتضحك عليه لانه كان شايف ان علاقتها هي واحمد ما بتتخطاش حدود الشغل. كان فاكر انها ممكن تكون كدبت عليه، بس دلوقتي اتأكد. اتنهد بغيرة عمياء، خاصة لما شاف ايد احمد ماسكة ايديها. حاول يهدي من نفسه وقال بغيرة: يلا مش باركته، كل واحد يلا على شغله. مش الكل وهم مستغربين من تغيره المفاجئ. بص الرماس وقال بحدة: تعالي يا دكتورة المكتب، أنا عاوزك ضروري. ومشي من غير ما يستنى إنها ترد عليه. بصوا 3 لبعض وقالت سبق: يا ترى عاوزك في إيه؟ معقول يكون عارف إنك بتكدبي؟ وإيه اللي هيعرفه أصلا؟ مش عارفة بقى، ربنا يستر. وبعدين حتى لو عارف هو ماله، أنا أعمل اللي أنا عايزاه. قالت لنفسها كده وسابتهم وراحت لمكتبه. لسه هتخبط على الباب، لقت اللي بيسحبها جوه وبيقفل الباب. في ايه اللي بيحصل؟ اترعبت جدا اول ما شافت ملامحه اللي كان واضح على العصبيه الشديده. قرب منها بهدوء وصوت انفاسه بقى عالي: ممكن اعرف بقى انت ازاي تتخطبي لواحد زي ده؟ وماله احمد؟ ما هو شاب طول بعرض ودكتور زي الفل، ما تخاطبش ليه؟ عشان انت ملكي انا وبس. اعتبريه تملك، غيره، حب، اعتبريه زي ما تعتبريه، بس انت مش هتبقي لغيري ابدا. بس انت خطبت رحمه، ازاي بقى خطبتها وازاي بتقول بتغير عليا؟ اللي بيغير على حد بيبقى بيحبه، واللي بيحب حد بيروح يتجوزه مش يتجوز غيره. سحبها الحضن بقوه وقال: خطبتها علشان ابعد عنك، لان كنت كل ما اشوفك بتلخبط، ببقى مش على بعضي، ببقى مش مراد، ببقى حد تاني عاوز يشوفك وبس. وانا بعلن النهارده عن خطوبتك. كان عندي امل انك تكوني بتكدبي عليا واحمد يقول لا. طلعت من حضنه بانفعال شديد: لو سمحت ابعد عني، اللي انت بتعمله ده مش صح. اللي انت بتعمله، انت دلوقتي خاطب، ومش انا البنت اللي تدخل حياة حد واسرقك من خطيبتك. انا مش خطفت رجاله يا دكتور مراد، وعن اذنك. مسك ايديها بقوه وقال: اسمعيني يا رماس، انا عارف ان انت بتحبيني، نظراتك بتقول كده، وانا بحبك، وهروح افسخ خطوبتي من رحمه. انا مستحيل اقبل بكده. ذنبها ايه ان انت واحد مضطرب ومش عارف تاخد قرار ورحت خطبتها؟ ذنبها ايه توجع قلبها؟ انا مستحيل ان اقبل بحاجه زي دي. افهميني يا رماس، انا لو كملت مع رحمه كده هبقى بظلمها بجد، لاني مش شايفها،
هتعامل معاها ببرود، هحس بالنفور من ناحيتها، وفي الآخر برضه هنتطلق. يبقى ليه كل ده؟ ما سيبها من دلوقتي، على الأقل بقى قدامها فرصة تلاقي الشخص المناسب. صدقيني انتي كمان لازم تسيبي أحمد، لأن كده هتبقي بتظلميه. سيبي يا ريماس وتعالي نتجوز أنا وانتي. لأ صدقني احنا كده بنظلم رحمة، بنظلمها قوي. لا احنا كده بنفوقها بجد. رحمة لو كملت معاها هي هتبقى أول واحدة خسرانة، هبقى بظلمها وبظلمك وبظلم نفسي. دمعت عيون ريماس وهي مش عارفة تختار القرار الصح. مسك ايديها باحتواء. صدقني يا ريماس أنا كده ولا كده كنت هسيب رحمة، لأن مش عاوزة أظلمها. وانت كمان سيب أحمد. سيبي يا ريماس، انت حبيبتي أنا ومش هتبقي لغيري. وأنا كمان بحبك أوي يا مراد. حضنها بقوة وهو حاسس بسعادة كبيرة، وفعلا فسخ خطوبته من رحمة اللي اتجننت، خاصة بعد ما عرفت إن هو خطب ريماس. وريماس قالت لمراد إن هي ما كانتش مخطوبة لأحمد أصلا. بعد مرور شهر في قاعة كبيرة كانوا بيرقصوا سلو سوا على جبينها وهمس لها بعش. بحبك يا أغلى حاجة في حياتي، بحبك يا ريمو. كانت بتتابعهم من بعيد وعينيها كلها حقد. هو سابها علشانها، هي اللي كانت تستحقه، هي اللي فضلت 5 سنين تحبه في الخفا. ولما خطبها جت هي بكل بساطة وخلته يسيبها، بس هي مش هتخليها تتهنى. دخلت ايديها في شنطتها، مسكت السكينة من غير ما تطلعها وقربت منهم وهي بتبتسم بتصنع. مبروك يا ريماس، مبروك يا دكتور مراد. بصت لها ريماس بتوتر وقالت الله يبارك فيك يا رحمة، أنا بجد أسفة. شهقت بصدمة ووجع لما حست بالسكينة بتخترق بطنها. بصت ريماس للفستان اللي اتحول من اللون الأبيض للون الأحمر، غمضت عينيها باستسلام. كان بيبصلها بصدمة ومش مصدق اللي حصل. ازاي وامتى حصل ده؟ نزل جنبها على الأرض وهو بيهز فيها. ريماس حبيبتي، قومي يا حبيبتي، أكيد يعني مش هتسيبيني في يوم زي ده، قومي يلا. لكن لا حياة لمن تنادي. حاول يفوق من صدمته بسرعة، خاصة لما لقى نبضها بيقل. شالها من ايده وطلع يجري بيها من الفرح. أما رحمة فاتمسكت وبلغوا الشرطة. بعد شوية في المستشفى كان رايح جاي قدام أوضة العمليات، قلبه بيدق بسرعة وخايف إن هو يخسرها. كان عارف إن هو بيحبها بس ما كانش يعرف إنه بيعشقها للدرجة دي. قرب من باب أوضة العمليات وهمس بضعف تسيبينيش يا ريماس، أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك. ارجعي لي يا حبيبتي، ارجعي لي، ما تسيبينيش في أسعد يوم من حياتنا. فضل واقف قدام أوضة العمليات لساعات طويلة وعنده أمل كبير إنها مش هتسيبه أبدا. خرج الدكتور من أوضة العمليات، قرب منه بلهفة وقال ها يا دكتور، طمني عليها. الحمد لله، مرحلة الخطر عدت وإن شاء الله هتفوق بكرة، بس هتقعد معانا كام يوم كده لحد ما نتأكد من شفائها تماما. سجد على الأرض يحمد ربنا إنها قامت بالسلامة، وأمن على الأرض وقال قول يا دكتور، ينفع أدخل أشوفها أطمن عليها؟ وهخرج والله على طول. مش هينفع خالص، صدقني ده لمصلحة المريضة. اتنهد بتعب وفضل طول الليل قاعد جنب أوضة العمليات. وتاني يوم صحي على صوت الدكتور، فوق يا ابني، مراتك صحيت وبتسأل عليك. ما استناش إن هو يكمل كلامه وطلع يجري على الأوضة اللي هي فيها. دخل الأوضة وهي ابتسمت أول ما شافته، قرب منها واخدها بين دراعاته بقوة. كده يا ريماس، كده توجعي قلبي. حقك عليا يا حبيبي، وربي وما أعبد لندمها على اللي عملته ده. لا يا مراد، الغلط مش عليها، هي حاسة بقهرة كبيرة إنك سبتها، والواضح إنها بتحبك قوي، وأي واحدة مكانها كان ممكن تعمل أكتر من كده. إحنا المفروض نتأسف لها على الوجع اللي حست بيه بعد ما كانت خلاص حققت حلمها وهتتجوزك. كل حاجة اختفت، بس مش لدرجة إنها تفكر تقتلك. انت عارفة لو كان حصل لك حاجة كنت هعيش ازاي؟ ما كنتش هعيش، كنت هبقى عايش من غير روح ولا قلب. وجعك أهون من وجعها، هي خسرتك للأبد، لكن أنا لسه معاك. خلاص مش هعمل لها حاجة، بس خليها بعيدة عننا عشان أنا مش هستحمل إن حد يأذيكي تاني. حضنته بحب. مش كان زماننا هيصين في العسل يا عسل انتي. ضربته على صدره بخجل وقالت اتلم بقى يا مراد، بعشاك يا روح وقلب مراد، ووعد مني لما تخفي
هاخدك شهر عسل